هاتي شطة خضرا وفلفل رومي أحمر، وممكن نستبدل الفلفل الرومي بشطة حمرا. في الكبة بقى انزلي بالفلفل الرومي الأحمر، عليه 6 فصوص من التوم، عصير ليمونتين، 3 معالق كبار من الملح، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وعليهم معلقتين كبار من الخل. اضربيهم بقى في الكبة. بعد كده هنجيب برطمان وهنعبي فيه الدقة يا بنات، هنحطها على رف التلاجة، هتفضل لمدة شهر عندك تستخدميها في حاجات كتير، وهقولك دلوقتي هي ايه. نفس الطريقة هعمل الشطة الخضراء. الشطة الخضراء عليها التوم والليمون والملح والكزبرة الناشفة والخل، وهنعبيها برضو ببرطمان ونحتفظ بيها على رف التلاجة. عندك بقى قلية بتنجان، قلية شطة، دقة البتنجان المشوي، حشو السمك، تتبيلة السمك، تتبيلة المشويات أو الفراخ، هتنفعك في حاجات كتير جدا، وهتسهل عليك كتير في المطبخ. إذا كنتم أول مرة بقى بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات.